السلام عليكم. سمحوا لي تنصور في الصباح بكري رساله لاي وحده تقول خصني الراجل اللي يكون هيبه في حياتي يدير لي الهيبه، حيت دابا شفت وحده خارجه تتسين ترونسبور ديال الخدمه ومعها مع خوها راجلها ولدها ما عرف. ما بقاش الزمان ديال انا خايفه خصني راجل، لان شحال من وحده ماشي تنقول لكم ترجلوا، ماشي تنقول لكم بقاو بلا رجال، شحال من وحده وقع لها مشكل وهي مع راجلها في الطريق، وهي مع خوها، وهي مع باها. يعني المشكل فين كاين؟ المشكل خصك تعرفي شنو راكي لابسه وفين راكي غاده والطريقه باش راكي غاده. واخا تكوني بوحدك ان الله معنا، ربي هو الحامي، هو اللي تيحمي الرجال والعيالات وتيحمي الاطفال وتيحمي كل شيء. هاد الرساله موجهه حتى اللي تيخافوا على ولادهم يصيفطوا مثلا للمدرسه ولا. المهم نركز انا على العيالات. هاد الزمان هذا يعني ربي تيقول لك دوري وترجعي ليا. دابا اللي ما تزوجاتش مثلا واضطرت انها تخوي دارهم، ديما تناقش هاد الحاله شنو ما تعيش هذيك. يعني شكون اللي حاميها، شكون اللي حاضيها الله، وتتلقاها محظيه اكثر من هذيك اللي معاها الراجل، لان ربي مع الغريب. هاد الجمله تتعجبني بزاف، ربي مع الغريب، وخصوص الوليات. وليه داخله سوق، ماشي وليه، ما تعجبنيش هاد الكلمه ديال وليه، بنت او لا مراه داخله سوق راسها محترمه شريفه عفيفه لاله ومالي، مراه وقاده كتجيبها تبارك الله من فم السبع، ولكن تحافظ على الانوثه ديالها. جيبيها من فم السبع ولكن حافظي على الانوثه ديالك، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله المتشبهات بالرجال ولعن الله المتشبهين بالنساء. دائما حافظي على الانوثه ديالك، يكون لباس انيق، حركه انيقه، هضره انيقه، الصوت انيق، كلشي يكون كلشي دائما تصرفي باناقه، حاولي ما امكن. ولكن الا كنتي مصليه صلاتك لابسه لباس نقيقي، ما تنقولش انا الحجاب ولا الخمار، لا، لباس نقيقي، لباس محترم، لباس مستور صافي، هذه هي الهضره. المشيه ديالك انيقه، يعني ديال بنات العائلات. الهضره ديالك، الصوت ديالك محمود، يعني لطيف. تتهضري بالالفاظ زوينه، يعني راه كلشي غيعجبو الحال في التعامل معك، وتا واحد ما غادي يأذيك. اللهم لك الحمد. حنا معروف للمغرب السلم والسلام، الامن والامان. وزيدي انت كملي يعني بالصفات، الصفات النقيه ليك، وقولي لي داك الساعات خصني راجل. مزيان يكون عندك الراجل في حياتك، ولكن ما ديريش كانه يخرج معك في الصباح، يخرج معك في الليل، يخرج معك، لا. راه تجي شي مواقف مثلا الا مرض هذا الراجل ولا لا سافر، يلا مرض او سافر، يلا شنو غادا ديري؟ ما تخرجيش من الدار كاع. فهمتوا دابا النقطه علاش تنهضر؟ لان كاين شي وحدين تيبقاو يقلبوا غير على فين يشدوك، فين يبقاو ينتقدوك في الهضره. هذا الراجل مرض ولا سافر ولا كان غيقضي معك شي غرض وجاتو شي خدمه، ولا يلا شنو داك الغرض ما يتقضاش، لا، خصك تخرجي وتعري على دراعك لاله وتقضي، تولي في ديك اللقه، في ديك الحاله تولي راجل. ولكن معه هو وفي حياتك الخاصه تكوني لاله وتكوني انوثه. يعني هذيك الكلمه ديال بغيت راجل ضروري يدير لي الهيبه، هذيك الكلمه ديال يدير لي الهيبه، والله ما كاين اللي تيدير لك الهيبه قد اخلاقك وقد تصرفاتك، هذيك هي الهيبه الصحيحه. اما دائما خصك راجل يمشي معك، يعني راه شي مشكل كاين. وتنتمنى تكونوا فهمتوا الميساج، وكوني مراه وقاده، ما كاينش اللي غادي يقرب لك، وتكون علاقتك مع الله زوينه ونقيه، والله ما يقرب لك شي واحد. الدراري والرجال راه تيعرفوا مع من، يعني من تكون شي وحده ماشي ديال داك الشيء وراه ما كيقربولهاش، فهمتوا؟ ولا حتى لا كان جاي، هذه راه انا وقعات لي، تيكون مثلا جاي يدصر عليك ولا جاي يتبسل عليك، من تيشوفني في شكلي وفي هذا تيرجع اللور، سبحان الله. يعني الراجل مزيان في حياتي، ولكن ما نضغطش عليه يدير شي مهام، لان الوقت صعابت. الراجل خصو يجيب الفلوس، خصو فهمتي، يعني ما يبقاش مقابل غير ديك المراه وخايف عليها وهذا، لا، هي خصها تخاف على راسها، تخاف على راسها وتكون لاله ومالي، وتكون علاقتها مع الله زوينه. تنأكد على العلاقه مع الله، لان هي اكبر حمايه ليك.
واخا تخرجي حتى مع 3 الصباح تقضي شي غرض شريف يعني حلال، ما كاينش اللي غادي يقرب لك. كنتي مشبوهه ودايره شي حوايج مسخين وهذا تلقاي كلشي باغي ينهش في لحمك طبعا. المهم تنتمنى الميساج يكون وصل، وصباحكم مبروك والله يعاون الجميع. صباحكم مبروك.